اليوم بنتكلم عن سهم بوبيان بتروكيماويات. واحب انبه هذه مو توصية لا شراء ولا بيع، احنا بنتكلم عن السهم ومعلومات السهم. حاليا سعر السهم في حدود 662 فلس في وقت تسجيل هذا الفيديو، والشركة من الشركات الممتازة في توزيع الارباح على مدى 22 سنة مستمرة كانت تتوزع، واخر توزيع للشركة كانت 60 فلس، وهو ما يعادل تقريبا 9% من قيمة المبلغ اللي انت حطيته في الاستثمار. وكان متوسط توزيع اخر 5 سنوات 8%. ربحية الشركة اللي هي الاي بي اس كانت 33 فلس، ومعنى هذا ان الشركة وزعت اكثر من ربحيتها. البي اي ريشيو او مكرر ربحية للشركة هذه على اخر سعر لها كان 20 ضعف تقريبا، وهذا يعتبر عالي بالنسبة حق القطاع اللي هي فيه والشركات المنافسة اللي البي اي مالها تقريبا في حدود 11.5. القيمة الدفترية للسهم 490 فلس، وهذا يجعل مضاعف القيمة الدفترية عند 1.36، وهو رقم زين كمضاعف قيمة دفترية. نمو الإيرادات عندها كان في آخر 5 سنوات في حدود 8.9%. ما يميز الشركة أن توزيعاتها سنوية ومستمرة. أيضا الشركة نعم شركة بتروكيماويات، ولكن الشركة عندها استثمارات ثانية، وهذا يميز أن إدارة الشركة ممتازة في توزيع استثماراتها. فعندها طبعا في قطاع البتروكيماويات، وعندها استثمارات في قطاع الصحة، وعندها استثمارات في قطاع التعليم، وشرت حصة من جامعة الخليج. فهذا يبين أن الشركة قاعد تنوع استثماراتها بشكل ممتاز. واما عن عيوب الشركه فتقريبا هم اثنين رئيسيين. الاول ان مكرر الربحيه عندها عالي جدا مقارنه باقرانها، والثاني ان قطاع البتروكيماويات نفسه السنه هذه مو احسن سنه له، واغلب المحللين يتوقعون ان السنه راح تكون صعبه في هذا القطاع. فاذا ارباح الشركه كانت اغلبيتها متمركزه على هذا القطاع فهي راح تكون سنه نوعا ما اقل من المتوقع. اذا شفت الفقره هذه حلوه طق لايك، وبناء عليه راح نشوف عدد المستفيدين من هذا الفيديو، وعلى ذلك راح نتكلم عن معلومات حق سهم ثاني. واكتب لي ايضا بالتعليقات شنو السهم اللي ودك نتكلم عنه.